السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل إخواتي المحترمين ومتابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة عايزاكم في موضوع مهم أوي أوي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن دور المرأة في المجتمع، سواء كانت موظفة أو كانت ست بيت. نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحط لايك للفيديو كده يمكن نجيب مشاهدات ولا حاجة ويترفع. الدل على الخير كفاعله. ما بنسى خالص اقول لكم حطوا لايك على فكره. الله المستعان. بص حبايبي، كنت سمعت مره كده دكتور كان بيقول رايه في ان الست اللي مش بتشتغل وقاعده في البيت واتعلمت وخدت شهادات ومثقفه وقاعده في البيت مش بتشتغل، دي ملهاش اي 30 لازمه وما بتضيفش للمجتمع اي قيمه. طيب، هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. احنا لو جينا نتكلم في الموضوع ده من الاول هنشوف المرأة القرآن قال لنا عليها ايه. احنا بقى مش هنتكلم كلام البني ادمين، تمام؟ احنا هنتكلم كلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله على المرأة. قال ايه في الآية الكريمة؟ وقرن في بيوتكن. هي جاية وقرن بكسر القاف، يعني اقعدوا في بيوتكم، ما تخرجوش من بيوتكم إلا للحاجة الضرورية. وقرن في بيوتكن بفتح القاف، يعني نلتزم بيوتنا باحترامنا، ولو خرجنا بره البيت نخرج بوقرنا اللي هو الست. طيب، يبقى كده ايه القرآن الكريم قال رأيه في خروج الست من البيت. هو ما منعهاش تخرج من البيت، هو ادانا وسمح لنا ان احنا نخرج من البيت علشان نقضي مصالحنا، نشوف حاجات اشغال ورانا، نجيب الخضر بتاعنا، نأكل ولادنا، نشوف مطالب بيتنا. هو ما قالش تتحبس في البيت، ولكن قال وقرنا وقرنا. تمام كده؟ طيب، احنا دلوقتي الست لما بتتعلم وتاخد شهادات وتتثقف وتيجي دور التعليم خلص وهتبدأ ان هي تتجوز وتكون أسرة، تمام؟ جالها مثلا عريس واتفاهمت معاه واتفاهموا على موضوع الشغل. مثلا هو قال لها انا مش عايزك تشتغلي، انا اقدر ان انا اكفيكي واصرف عليكي واصرف على بيتي، انا مش عايزه ابهدلك، تقعدي في البيت معززه مكرمه. انا لو عايزك تشتغلي هقولك انزلي اشتغلي عشان تساعديني، تمام كده؟ فبتيجي هنا دورها هي بقى هنا ايه؟ هي بتحبه وعايزه تتجوزه، بتقول له خلاص مفيش اي مشكله، انا هقعد في البيت طالما انت عاوز كده، خلاص مفيش اي مشكله، وبتقعد في البيت. هل هنا الست لما قعدت في البيت هي كده مش هيبقى ليها دور في المجتمع؟ طب ازاي؟ هي دلوقتي هتقعد في البيت، هتتجوز وهتنجب أولاد، هتبقى مسؤولة عن تربيتهم وعن صلاح أحوالهم، وعشان تخرجهم نشء سليم، تمام، وأطفال سويين للمجتمع. ده هيبقى دورها هي في البيت. يبقى هنا الست اللي قاعدة في البيت ليها دور في المجتمع ولا ملهاش؟ ولا هو لازم كل الستات يطلعوا يتنططوا في الشوارع وفي المواصلات ويزاحموا الرجالة ويحصل تحرش ويحصل نظرات ملهاش لازمة ويحصل كلام ملوش لازمة والست تتعرض للإهانة والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها؟ يبقى هل هنا الست بقى ملهاش دور في المجتمع؟ ليها دور طبعا، وليها دور كبير قوي قوي. كفاية ان هي بتربي اطفالها، وكفاية ان هي بتساعدهم ان هم يكملوا دراستهم بطريقة سليمة. هو ينفع طفل يا جماعة يعني يكمل دراسته بدون الام في البيت؟ يعني انا كنت مدرسه زي ما قلت لكم، انا ما كانش ينفع اشتغل مع الاولاد غير بمساعده البيت. لما كان الولاد بيجوا لي مثلا اللي سهران واللي مش عامل الواجب واللي طبعا انا ما كنتش بعرف اكمل معاه المسيره، وكنت لازم اعمل له استدعاء ولي امر، ولازم الولد يجي لي نايم، ولازم يجي لي مصحصح، ولازم يجي يعمل واجباته عشان نقدر نكمل مع بعض ومستوى الولد ما يهبطش مني، تمام؟ فهنا هل هنا بقى الست ملهاش دور في المجتمع؟ احنا جبنا اول نقطة اقرت بدور الست في المجتمع. هنجيب تاني نقطة بقى، نصلي على النبي الغالي كده
عليه أفضل الصلاة والسلام. جت الصحابيات للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، إحنا عاوزين ننزل نجاهد معاكم في الحروب، اشمعنى أزواجنا بينزلوا ويحاربوا وبياخدوا الثواب؟ إحنا كمان عايزين ناخد ثواب، إحنا مش هينفع نفضل قاعدين في البيت كده. الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليهم رد جميل أوي أوي. قال لهم: وانتوا مين قال لكم ان انتوا مش بتجاهدوا؟ هم قالوا له: احنا عاوزين ننزل نجاهد زي ازواجنا. تمام. فهو قال لهم: انتوا مين قال لكم ان انتوا مش بتجاهدوا؟ انتي وجودك في بيتك وتربيتك لاولادك وحفاظك على زوجك وهو مش موجود، ده اكبر جهاد هتؤجري عليه. مين قال لكم الكلام ده؟ زي ازواجكم بالظبط، زي ما هما بيجاهدوا في ارض المعركه، انتوا كمان بتجاهدوا في بيوتكم. كفايه ان انتوا مأمنينكم على اولادكم، وكفايه ان انتوا بتربوا اولادكم وبتحافظوا على ازواجكم وهما مش موجودين. وطمنهم وايه، واقتنعوا ومشوا. فهنا ده يبقى القرآن قال لنا ورسولنا الكريم قال لنا. ده غير ان الاسلام اعز المرأة وعلى من مكانة المرأة، ان هو بيحافظ عليها وبيحافظ على حقوقها وبيحافظ على كل حاجة تخص المرأة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال احاديث كتير: رفقا بالقوارير. يعني انا عايزة افهم يعني ازاي دكتور جامعي يحكم حكم زي ده على المرأة ويطلعها ويهمشها ان هي ملهاش دور في المجتمع. فانا مش عايزه يا ستات يا حلوين اي حد يقول لك كلمه او يقلل من شأنك او يقلل من قيمتك التعليميه او يقلل من وجودك، تعملي له حساب. الناس دي بيبقى الرد عليهم الصمت، نصمت ما نردش. تمام كده. الصمت لغة العظماء. فالايه يعني، والصمت دوت تجاهل لفقراء الادب. يعني الناس اما تحسي ان واحد او واحده بيقللوا من شأنك، من تعليمك، من درجتك في التعليم، درجتك في الثقافه، ويقول لك: ايه ده وانت قاعده في البيت؟ اما انت اتعلمتي ليه؟ عادي خالص يا جماعه. انا اتعلمت وخدت شهادتي ونزلت اشتغلت بعد ما خلصت على طول، وقعدت اشتغلت لي حوالي سنتين. جيت اتخطب، زوجي قال لي: مش هتشتغلي، انا ما عندناش حد بيشتغل. وطب اساليفي كانوا على درجة عالية من التعليم، واحدة دكتورة صيدلانية والتانية كانت خريجة برضو، خريجة جامعة برضو زي. فقلت له: خلاص مفيش مشكلة. انا كنت بشتغل مدرسة زي ما انتوا عارفين، مدرسة انجلش. فقلت له: مفيش مشكلة، أنا في قرارة نفسي عادي موافقة، المبدأ نفسه مش رافضاه. ليه؟ لأني أنا دلوقتي أما يجيلي واحد أحس إن هو بيصوني ومش عاوز يبهدلني وبيحافظ عليا، دي حاجة ما تزعلنيش وما تقللش من ثقافتي ولا تعليمي ولا أي حاجة. كفاية إن أنا هبقى قادرة على إن أنا أعلم ولادي تعليم كويس لأني أم متعلمة. اما جيت اقدم لهم في المدارس بيتعمل لي انا كمان انترفيو، اختبار. ليه؟ لاني مدارس لغات. ازاي الام هتبقى مش متعلمه وهتعلم ولادها اللي هم في لغات؟ يبقى انا كده ليا دور في المجتمع ولا ماليش؟ وجينا بعد ما اشتغلت وبعد ما قعدت من شغلي واتجوزت وخلفت بنتي الاولانيه، حصل لنا ظروف، حصل لجوزي ظروف جامدة جدا. اضطرتني ان انا انزل اشتغل وساعته. هو برضو ما كانش راضي. قلت له: لا، انا هنزل بقى اشتغل لان مش هينفع كده، لازم نعدي الظروف دي. والزوجة وظيفتها مع زوجها ان هي تبقى معاه في كل الاحوال. مش هيبقى هو هنني ودلعني وصني في وقت الرخاء وانا هسيبه في وقت الشدة. ما قلتش ساعتها انا لا مش هشتغل، لا نزلت اشتغلت نفس الوظيفة بتاعتي لاني انا متعلمة ومعايا شهادتي، فنزلت اشتغلت بشهادتي. تمام كده. اشتغلت مدرسة تاني. تمام. فما ينفعش اي واحدة حد يقلل من شأنها وتسيب، لا تردي عليه، ردي عليه الرد اللي هو هيخليه يسكت بقى، مش هيخليه يتكلم في الموضوع ده تاني. واي واحده يا جماعه تحافظ على شخصيتها ويعني ما تقللش من شأنها او يحصل لها ارتباك من كلام اي حد. لا، كل واحده لازم يبقى عندها عزه نفس وثقه في النفس. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. انت عايشه طول حياتك
بتقابلي ناس، بتقابلي المتعلم والغير متعلم، الهدام اللي بيدي طاقة سلبية، اللي بيحاول يهدم اللي قدامه. فلازم تتعلمي أنواع الشخصيات اللي انت هتقابليها في حياتك، وتاخدي منها عظات ودروس عشان ما يعملوش تأثير سلبي عليكي في حياتك. فاهميني؟ انا حبيت قوي قوي اناقش معاكم الموضوع ده، لان مفيش تقليل شأن من اي واحده في بيتها، سواء متعلمه او مش متعلمه. المتعلمه زي اللي مش متعلمه بتقوم بنفس الدور، وليها أهميتها مع أولادها ومع بيتها. ما ينفعش أي حد يقلل من شأننا، وإحنا ناخد بقى طاقة سلبية، ونتضايق ونقعد نتكلم بقى مع نفسنا: يا ريتني كنت نزلت اشتغلت، أنا كده اتعلمت على الفاضي. طب وأنا كنت اتعلمت ليه وقعدت السنين دي كلها عشان أنزل أقعد في البيت؟ إيه ماله البيت؟ ماله البيت؟ ده مملكتنا قلنا. يعني بصوا، لما يبقوا في بنات صغيرين م... يعني مقررين ان هم لما يتجوزوا هيقعدوا في البيت، تقولوا لي انت كذاب. يعني انا بناتي قايلين لي كده: احنا مش هنشتغل يا ماما، احنا هنقعد في البيت. انا ما ينفعش يا ماما يجي لي واحد ويقول لي انا عايزك تشتغلي. لا يا ماما، اللي بيجي يتجوز ده بيبقى عنده استطاعة ان هو يتجوز، زي ما الرسول قال لنا: من اراد منكم الباءة فليتزوج. فطبعا من استطاع منكم الباءة يتزوج. صدق رسول الله. الباءة اللي هي التكاليف، يعني اللي هو عنده مقدرة على تكلفة الجواز يتجوز، ما عندوش يستنى لما يكمل ويتجوز. مش يروح يجيب واحدة عشان هي تساعده، هو هيفضل بقى طول عمره متكل عليها ان هي تساعده. اللي هو بيدور على واحدة بتشتغل ده. لان في بنت عندي كانت معايا في المدرسة، الله يصبحها بالخير بقى، كانت بنوته عسوله. فكنت بقول: عامله ايه يا لبنى، واخبارك ايه، ما اتخطبتيش؟ قالت لي: يا مس اماني خلاص الرجاله خلصوا. ليه يا حبيبه قلبي؟ قالت لي: كل اللي يجي عايز يخطبني عايزني اشتغل. انتي بتشتغلي؟ طب بتقبضي كام؟ طب انت هتشتغلي بقى وهتساعديني؟ قلت لها: طب وبعدين؟ قالت لي: برفضه طبعا، انا ما بتجوزش واحد جاي عشان انا اللي اساعده. فاحنا بنقول احنا نزلنا ساعدنا ليه؟ لان احنا اما وقعنا في ضيقه، اما حصل لزوجي ظروف، نزلت وساعدته واشتغلنا والحياة مشيت الحمد لله وعدينا الأزمة. تمام. لكن الراجل بيتعرف وهو جاي يتجوز ان هو عايز واحدة يصونها، ويقدر ان هو يعيشها كويس وما يطلعهاش تتبهدل في الشوارع. الشغل مش سهل يا جماعة، مش سهل ان الواحدة تطلع تشتغل. كفاية اللي هي بتتعرض ليه بره، كفاية المجتمع اللي بتتعرض له في كل الأشغال، مش شغل بعينه، في كل المؤسسات، سواء مؤسسات تعليمية، مؤسسات استثمارية، مؤسسات اقتصادية، شغل حكومة. الست بتخرج في الشارع وبتروح تشتغل، بتحتك بكل الأنماط، رجالة ستات، الحلو والوحش برضو. مش سهل، مش سهل. فلما يبقى في واحد جاي عشان يصني، انا ما اقولوش لا. وده مش هيقلل من شأني ان انا ما بشتغلش، لا عادي خالص. ما انا بشتغل في البيت بقى، ده شغل البيت اصعب كمان من شغل بره. بس انا الحمد لله، يعني انا اشتغلت بره واشتغلت في البيت. انا زي ما قلت، دي قدرات. مش كل الستات بتقدر تشتغل بره وتشتغل في البيت. في ستات بتشتغل بره تهمل البيت، وفي ستات تشتغل في البيت ما ينفعش تخرج تشتغل بره، وفي ستات بتقدر تجمع بين الاتنين. فبرضه دي انماط وقدرات. فمش عايزين اي حد يقول اي كلمة سلبية ناخدها ونقعد بقى نأنب في نفسنا: ويا ريتني كنت اشتغلت، ويا ريتني. انت بتشتغلي وليكي قيمة وليكي وضع وكفاية ان انت ربنا هيجازيكي كل الخير على ان انت بتربي اولادك تربية سليمة، وبتصوني زوجك، وبتشوفي احوال بيتك. ده لوحده عليه اجر وثواب كبير قوي قوي من ربنا سبحانه وتعالى. فانا حبيت بس اقول الكلمتين دول النهارده، عشان مش عايزه اي ست ولا بنت جميله يتوجه لها اي كلمه من الكلمات الطاقه السلبيه دي، وما تدافعش عن نفسها. دافع عن نفسك بكل ما اوتيتي من قوه. ماشي يا حبايبي؟ يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. تنسونيش بقى من فضل دعائكم. احلى ستات واحلى بنات، وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا، السلام عليكم ورحمة الله.